امتى تاخد القرار انت تسيب الفول تايم؟ دلوقتي احنا خلاص اتفقنا ابدا كفول تايم، والفريلانس تبقى حاجه جانبيه. ممتاز. طبعا الفريلانس لما هتبدا فيه العائد المادي اللي هيجي لك منه مش هيبقى كتير، هيبقى فلوس بسيطه لحد ما تبدا تبني اسم وتعمل سمعه وتعمل شغل مع اكتر من عميل، فهيبدا الفلوس اللي بتيجي منه اكتر واحده واحده. امتى تاخد القرار؟ لما الفريلانس يقدر يجيب لك فلوس قد الفلوس اللي بتجيلك من الفول تايم بشكل مستقر على الاقل 6 شهور. يعني بمعنى دي مثال رقمي كده. دلوقتي نفترض انا بشتغل في وظيفه باخد منها مرتب 10000 جنيه. كويس. قلت خلاص انا هبدا اشتغل فريلانس جانب الوظيفه. هبدا فريلانس، ممكن ابدا يجي لي 500 جنيه، بعد كده 1000 جنيه، السنه اللي بعدها 2000، 3. الشغل بعمال يزيد والفلوس عماله تزيد. امتى اسيب الفول تايم واروح للفريلانس؟ لو الفريلانس بقى يجيب لي على الاقل 10000 جنيه في الشهر ومستمرين بشكل ثابت، يعني كل شهر لمده على الاقل 6 شهور بيجي لي 10000 جنيه، اللي هو بقى متساوي مع الفول تايم بالظبط. ما يبقاش مثلا شهر يجي لي 10000 جنيه والشهر اللي بعده يجي لي 5 والشهر اللي بعده يجي لي 7، لا، لما على الاقل يجي لك 10000 جنيه لمده 6 شهور ورا بعض، تقدر ساعتها تفكر تقول والله خلاص بما ان هي مصادر الدخل اتساوت، فانا اقدر اخد القرار ان انا اسيب الفول تايم واركز 100% من وقتي ومجهودي في الفريلانس، ولما انا اديله وقت اكتر ساعتها هيبدا يجي لي منه عائد اكتر.